زواره موقع بديل، مرحبا بكم. زيان وجوج ديال الاشخاص معاه خداو 12 عام ديال السجن، 5 سنين سجن لزيان و5 سنين لواحد السيد اخر، وواحد السيد اخر خدا عامين، عام في ذاك العامين عام نافذ وعام غيدوزو سوسي اولا في حاله صراحه. كنقول 5 سنين سجنا لان الامر يتعلق بجنايه، لو كان جنحه غنقولوا حبسا. البارح وانا جالس في المحكمه وزيان جالس قدامي لها عشي رقيق، وكنتفكر زيان كيفاش في صور غليظ وكبير فلاش. طبعا هو راه كتعرفوا معنوياته كيقاوم مسكين بواحد. نعاودكم مغاربه شنو شفت. جالس زيان قدامي وانا في الكرسي الاخر وكنتامل المشهد. هنا كاين البوليس، هنا كاين كذا المحامي اللي معاه، وكاين شي شويه ديال الناس وسط، شويه على رؤوس الاصابع، 6 7 8 الاشخاص كاع اللي ولا. ها بدا الخيال ديالي خدام على الاسئله وكتضر. كاين جولادو هنا جالسين، جوج ولادو وولدو الاخر محامي حداه. اول حاجه بعد كندير في ولدوها محامي وكنطرف ولادو. تصور المغاربه اللي كتصنتو عيش، تصور تكون انت جالس هكا وباك راه راجل كبير كيتحاكم بالك. اش من شعور عند الابن في ديك اللحظه. 3 وداك ولدو شنو قال لي الجلسه اللي قبل هذه؟ قال لي اقصى حاجه في الحياه، قال لي اقصى الم، اسوء الم. قلت له شنو؟ قال لي هو تشوف باك كيتحاكم ما قادرش تساعده، قال لي ما قادرش تقدم له والو، قال لي وكتشوف. البارح كندير فيهم مساكن فهذاك. هذا مشهد. المشهد الثاني كنشوف زيان جالس وتفكرت شاريه. علاش تفكرت شاريه وزيان؟ بجوجهم رجع عقلي ليامات محاكمات الريف، كيطلعوا الفرونس 24 كيبداو يهضروا على تعذيب نشطاء الريف من طرف البوليس، ومحيحين على المخزن مزيان وداك الشيء. كتعرفوا ديك التصريحات ديال التعذيب خلقت الروينه. وزيان غادي هو شاريه وجاي للمحكمه ومشكل انت حاله مبلبل البلاد. البارح كنشوف كنقول زيان مشدود. شكون شدو؟ شكون جابو؟ هذاك صاحبو اللي كيهضر على التعذيب. شو الايام كي داير هذاك صاحبو اللي كان معاه كيمشي ويجيو معاه وغادي، والتعذيب ريافان وشطا. سيد الرئيس، سيد قائد التحقيق، دارت الوقت واحد جا للحبس. وشكون جابو بالشي؟ كيجابو داك اللي كان معاه. بقيت كنتامل، بغيت نفك هذا اللغز. شوف الحال. الصوره الثانيه قدامي انا كنطرف زيان وكنتفكر تصريحاته. كشطونا، ردوا لنا فلوسنا، كشطونا. كيطالب مسكين بعوده الملاح. كنلقاه كيقول له دابا في المحاكمه كشطينا، رجع لنا فلوسنا. نفس الهضره اللي كان يقول هو برا، ولا هو فين هي فلوس؟ بقيت كنشوف هاد الحياه شويه وانا نتفكر الاماوي. كنشوف ماشي الاماوي، تفكرت زيان بهينونو. زيان كوزير يصور ويجول في المحاكم كيخافوا منه بعض المحامون، بعض كان عنده هيبه شي وقت. وزير عرفتي شنو تكون مناسب مع احمد رضا قديره، اليد اليمنى للحسن الثاني، مناسب معاه. كنتفكر كطول الايام كيبان لك راه جالس بحالو في القفص ليه. كتشوف كتعرف بان الدنيا غداره، وبان هاد البلاد ما فيها ثقه. الدور وترجع المقدور. بقيت كنشوف كيفاش الانسان شنو شويه. بقيت كنفكر تنقول دابا مسكين زيان شحال غيدوز. تصور ولا محامي واحد خرجنا به المحكمه تيقول لي ياخذ براءه. كلشي تيقول لي راه ما كاين والو، مين فخاوي. وتيقولوا لي كانوا كيختاروا بين 5 6 5. كلشي كان تيقول 5 6 هي هادي. تيقول لك ياخذ. هاد الشعور ديال الناس بانه غياخذ، منين كيجيهم الناس؟ هادشي منين كيجيهم؟ علاش ما كيثيقوش الناس في القضاء؟ مؤلمه وعندنا عاديه. تصور الناس عارفه حاسما خطر وعادي. زيان جاب واحد الورقه كيقراها، خطر. بدا كيقرا طف وصل واحد الفقره قال له وحيت في جميع الحالات في اصل 542 من القانون الجنائي ينص صراحه على ان الاستمرار. قال لك الا انني تفاجات بكون كل من تقريري سنه 2022 وسنه 2023 قد سحب من الملف، وما جعل دفاعي يقدم والعاده وعتق الروح. وثائق تسحبت من الملف. تيقولها ماشي المشكل المحكمه، تيقولها المحكمه غرفه الجنايات والنيابه العامه كتسمع. هادشي هي وثائق تسحب من الملف، يعني اخفاء وثائق، هي جنايه.
والعداء. والغريب في الأمر أن من بين الوثائق التي لا توجد بالملف هناك وثائق إدارية صادرة على الجمارك المغربية تثبت أن الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية تلتجئ أساسا إلى الصين الشعبي لطباعة المناشير والأقمصة والقبعات الشمسية، وكل ما يهم الحملات الانتخابية وذلك بعشرات الأطنان، إذ يتم طلبها عبر الوسائل الرقمية مع تبيان المحتوى المنشور أو الصور. والعداء وحزب داخل شو وهبي ونزار كيمشيو لعند الصين يجيبوا لنا الطرابش وكيجيبوا لنا المناشير والأقمصة من المال العام اللي كتعطيهم وزارة الداخل تعطيهم الدولة. شو هو هذا التصريح؟ وشنو قال لك هنايا؟ قال لك كنت قد سلمت وثائق بهذا الشأن إلى السيدة قيادة التحقيق، إلا أن هذه الوثائق بدورها وبقدرة قادر اختفت من الملف. إخفاء وثيقة جناية، ولكن مع ذلك موجودة لدى الجمارك. قال لك علاش ما يمكنش نهضر؟ هو كيبرر الصمت ديالو للمحكمة ونسى مبغاش يهضر. بقيت كنتأمل بعدا واحد جوج الحوايج. الاولى كنتفكر زيان برا وفيديو ديالو كيشوفوه مليون، كاين في التصريحات اللي عنده فيها 1.5 مليون، كاين 600,000 كيسلموا عليه الناس في الشوارع في الطريق زيان في الصفحات. ولكن في القاعة فين هما المغاربة؟ فين هما الناس؟ علاش المغاربة ولا بعض المغاربة كيخوفوا بيك في الطريق؟ علاش؟ تصور ان القضاء يحكم وتبالو القاعة عامرة بالشعب والنقاش والناس واقفين برا قدام محكمة وكذا، ماشي غيديروا شي. كاينه واحد علاش البنادم ما يقدرش يخسر 1000 فرنك ديال الطاكسي ويجي يحضر الجلسة؟ علاش الانسان ما يضحيش بواحد طبسي ديال الكسكس وما يتغداش نهار الجمعة ويمشي يحضر الجلسة؟ علاش المغربي بخيل ماديا؟ وعلاش ويتلاقاك هكا؟ واسمح لي ماشي كامل ولكن كيألم هادشي. كيفاش بغيتو الشعب يبقى يفكر ولا كيفاش انسان يولي؟ هذوك الناس اللي بعضهم خصوصا اللي في الخارج خصك تقول فلان وتصحى باع الماتش باع الملعب باع الحكم باع المدرب باع، هما مخزونين برا. هاي الاجواء، ها المحاكمات زيان، فين اين الشعب؟ شي ساعات واخا هي كتبقى تقول له زيان شداك، ماشي معناها غلط من الناحيه القانونيه، حاولوا تفهموني. كتقطر والله كتجي شاب سيد زيان وزير عنده قصر ولا فيلا قداش وتفاطحوا الحياه، جالس دابا تياكل حوت كواري على الشعب مثلا. فين هو الشعب؟ واش ما قادر تجيب طاكسي؟ لا ما شنو شاغلكم في الكون زعما؟ كتبقى تراجع افكارك عاد بعد كتقولي كيت اللي جات فيه. البارح كنشوف القاعه كنشوف الصحافه، فين هي الصحافه؟ فين هو الامن الاعلامي؟ تصور ما عندك صحافه وزير عمره واحد يلعب ولاقيب. البارح كنتو كديروا الميكروفونات هكا بالزرزور، واليوم شنو وقع لكم؟ بقيت كنشوف هل يمكن بناء التنميه بدون اعلام خائف ما قادرش يتناول القضيه؟ واش حنا عاد خرجوه من الحبس؟ راه القضاء هذه الدوله، راه القاضي قوي، راه الوكيل العام قوي، راه البوليسي قوي، وحنا الصحافه خلينا نهضروا باش كتكون توازن الدوله، وهذه قوه المملكه. خلي العالم يشوفنا. والخوف الصحافه خايفه وكلشي خايف، واش غطي دير خدمتك عادي. لا بقيت كنشوف هي البلاد.